السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة أول درس في الجيومتري بعنوان relations between angles. أول حاجة عايز أتكلم عليها اللاين سيجمنت، ده الديفينيشن بتاعها قدامك. هو عبارة ببساطة عن نقطتين في ما بينهم نقط كتير infinity points، نقط ما لا نهاية متقدرش تعدهم، بس في أوله وفي آخره نقطة. يعني في أوله نقطة في آخره نقطة، لما توصل كل النقط دول بالمسطرة ده لاين سيجمنت. يعني له بداية وله نهاية، له بداية في بوينت وله نهاية في بوينت. تمام، ده أول حاجة معانا اللي هو اللاين سيجمنت. طيب ايه بقى الستريت لاين؟ الستريت لاين ده هو نفس، يعني مثلا لو سمينا النقطة دي A النقطة دي B، هو نفس فكرة اللاين سيجمنت. هي النقطة A وادي النقطة B نوصل، ده كده لحد دلوقتي اسمه لاين سيجمنت. لكن الستريت لاين بيبقى مكمل لانفينيتي، ملوش نهاية وملوش بداية، ده اللاين سيجمنت. ده اسف الستريت لاين سيجمنت بيبقى له نهاية وله نهاية، ليه بوينت بيبتدي فيها الستريت اللاين سيجمنت وله نقطة بينتهي فيها. لكن الستريت لاين ملوش بداية ولا له نهاية. تمام، يعني ممتد من ناحيتين. طيب تالت حاجة معانا البي ده هو عبارة عن نقطة من ناحية لكن الناحية التانية ممتد انفينيتي. يعني مثلا لو النقطة دي اسمها بي، مثلا هنا النقطة كانت ايه مثلا، فهو بيبتدي من نقطة لكن النقطة التانية ما بينتهيش عندها، لا بيكمل، بيعدي عليها ويكمل لانفينيتي. تمام، يبقى في ده يبقى اسمه بي اي في. تمام. طيب ممكن كنا نعمل العكس، يبقى ده البداية ويعدي على البي بس يكمل انفينيتي. وهنا مثلا نقطة بي، يبقى الواي ده هيبقى اسمه A B V. تمام، يبقى اللاين سيجمنت بيبقى له بوينت بيبتدي منها وبوينت بينتهي عندها. تمام، الستريت لاين بيبقى ملوش بوينت بيبتدي منها ولا بوينت بينتهي منها، لا ده من الناحيتين انفينيتي ممتد ملوش نهاية. لكن الواي اللي هو البين البنين من ناحية ليه بوينت بيبتدي من عندها والناحية التانية ملوش نهاية. تمام، ف الأول واي ده اسمه بي اي واي، واللي تحت اسمه اي بي واي، والاتنين واي دول مش زي بعض بالظبط، في فرق بينهم، مينفعش تقول ان هما زي بعض. تمام. طيب ايه الانجل ده بقى؟ بيقولك the angle is the union of two rays with the same starting point and this point is called the vertex of the angle and the two rays are called the two sides of the angle. طب يعني ايه الكلام ده ببساطة كده؟ بيقولك الانجل هو اتحاد union two rays. طيب لو عايزين نرسم ray واحد، مش كنا بنعمل point من الناحية التانية بيبقى infinity؟ تمام. طب لو عايز اعمل ray تاني ويتقابلوا مع بعض في point، ناخد من نفس البوينت دي ونعمل ray تاني. تمام، فالبوينت دي بقى هي اللي اسمها vertex. تمام، والتو ريز دول لما يبقوا عاملين كده بالشكل ده يبقى ده هيبقى اسمه سايد وده هيبقى اسمه سايد تاني. تمام، ودي الانجل اللي هو هيعملها الزاوية. يعني دي بقى اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الدرس ده. ده هيبقى الانجل اللي هي بتتقاس بالبروتراكتور، بيبقى بالديجري او مينت يعني، بس في المنقلة اللي هي بروتراكتور دي يبقى عندك بالديجري. هنا مثلا بيبقى 30 degree 50 degree 60 degree كده.
طيب ايه انواع الانجل اللي موجودة عندنا؟ اولا هتكلم معاك على ال 3 انجلز المعروفين ليك جدا، اللي هما نمبر 1 الاكيوت انجل، دي تبقى مثلا بالشكل ده، والانجل اهي، تمام. هنا مثلا بوينت A، هنا بوينت B، هنا بوينت C. طيب الاكيوت انجل دي، الانجل بتبقى bigger than 0 and smaller than 90 degree. يبقى الاكيوت انجل دي اللي هي بتبقى ولا بزيرو، مينفعش تكون بزيرو ولا تكون ب90، اي حاجه ما بينهم، 1 2 10 90. لا 90، لا 90 دي بقى هي هنتكلم عليها اسمها رايت انجل، دي اللي بعدها. لكن مثلا لو قلت لي 89 دي اكيوت ولا 90، لا طبعا اكيوت. اي حاجه ما بين الزيرو وال90، اي حاجه ما بينهم ما ينفعش ولا الزيرو ولا ال90، دول اسمهم acute angle. طيب حاجه بعدها اللي هي الرايت angle، دي تبقى شكلها عامل كده، عامل شبه حرف ال، وبيبقى في علامة سكوير صغيرة كده في الزاوية، ده اللي هي بتبقى اسمها رايت انجل، ودي بتبقى ب90 degree بس. هو ده اسم الرايت انجل، سواء بقى يبقى شكلها عامل كده، شكلها عامل كده، اي شكل مش مشكلة، المهم ان هو يبقى حرف ال كده، ده بيبقى 90 degree، تمام. طيب تالت حاجة انتوا عارفينها برضو، اللي هي الاوبتيوس. الاوبتيوس دي بقى اكبر من ال 90 degree، لكن اقل من 180 degree. يبقى الاوبتيوس دي مثلا 92 91 100 120 160 179 معانا عادي، لكن 180 دي حاجة تانية مش معانا. يبقى من اول 90 لحد ال 180 اي حاجة ما بينهم دي اسمها الاوبتيوس انجل، تمام. دول اكتر 3 انجلز انتوا عارفينهم. طيب عايزين نتكلم على حاجة كمان بقى، حاجات جديدة شوية. نمبر 4 ال زيرو انجل، دي عبارة عن ايه؟ مش انا لما كنت مثلا شرحت لك الاكيوت انجل تبقى عاملة كده، ومثلا هنا في بوينت اسمها A، هنا البوينت B، وهنا في الفيرتكس بوينت اسمها C، تمام. طب انا لو اخدت الري اللي فوق ده اللي هو اسمه CA، والري اللي تحت اللي اسمه CB، وطبقتهم على بعض، خليتهم فوق بعض بالظبط، هيبقى شكلهم عامل كده. هنا مثلا بوينت A، وهنا مثلا البوينت B، وهنا C في مكانها. يعني مثلا ده مثلا الري اللي اسمه CA، او اللي تحت ده مثلا اللي هو CB، ده اهو CB ده زي ما هو تحت، بس CA اللي فوق
السي اي اللي فوق ده اخدته ونزلته تحت كده لحد ما بقى طبقته على الري اللي اسمه سي بي، يبقى اهو السي اي والسي بي التو ريز دول منطبقين على بعض. هنا مفيش انجل اصلا، فعشان كده بيبقى اسمها زيرو انجل. تمام، فهي بتبقى طبعا زيرو ديجري، مفيش اي ديجري معانا. طيب حاجة تانية كده، احنا عندنا الزيرو انجل دي اصغر حاجة، وبعدها في اكبر منها الاكيوت اللي هي من اول الزيرو لل 90 ديجري، في بعدها الرايت اللي هي بتبقى 90 ديجري بالظبط، في بعدها الاوبتيوس اللي هي بتبقى ما بين ال 90 وال 180. طب ال 180 دي بتبقى ايه بقى؟ ايه اسمها؟ هي بتبقى اسمها straight angle. دي بتبقى عاملة ازاي؟ فاكر في المثال اللي هو اللي فوق ده، اللي هنا ده اللي فوق، احنا كنا خدنا الري اللي اسمه سي اي ده وجبناه ناحية الري اللي اسمه سي بي. طب لو شقلبناه الناحية التانية كده فردناه، هنا السي زي ما هي وهنا البي مثلا، يبقى هنا كده الري اللي اسمه سي بي، ولكن الري التاني هنفرده كده الناحية التانية، هنا مثلا مكان ال A كده اهو. يبقى الانجل دي بص بقت عاملة ازاي، كبرت، بقت بالظبط، بقت مفروضة ستريت لاين، فعشان كده اسمها ستريت انجل. تمام، فالانجل دي اللي هي تبقى 180 degree بالظبط، دي اسمها الستريت انجل. طب لو في حاجة بقى اكبر من الستريت انجل، في حاجة اسمها الريفلكس انجل. دي بتبقى عاملة ازاي بقى؟ دي بتبقى bigger than 180 smaller than 360 degree. طيب بنفس المثال برضو لما كنا شرحنا على الأكيوت في الأول، كانت هنا ال A هنا ال B هنا ال C، وفردنا ال A لحد ما بقت هنا كده ال A دي كده 180. طب لو كملنا بقى وخليناها عاملة كده، وهنا مثلا ال A اهي، ونشيل ده، يبقى الانجل دي كلها اكبر من 180 طبعا، لكن مش ب 360، ما تجيبش 360. فدي اي حاجه ما بين ال 180 وال 360 دي اللي اسمها ريفلكس انجل. تمام، بنراجع بقى على ال6 انجلز اللي معانا. اول حاجه الزيرو انجل، دي ما بتبقاش فيها فيهاش اي ديجري. دي في اللي اكبر منها اسمها اكيوت انجل اللي ما بين الزيرو وال 90 ديجري. في بعديها الرايت انجل اللي هي بتبقى 90 ديجري بالظبط. في بعديها الاوبتيوس انجل اللي بتبقى بين الرايت وال 180. في اللي اكبر منهم اللي اسمها ستريت انجل، دي بتبقى 180 بالظبط. في الاكبر منها بقى اخر حاجه معانا اسمها ريفلكس انجل، دي بتبقى between 180 و 360. تمام، ان شاء الله ما يكونش في اي مشاكل، الموضوع هتلاقوه بسيط ان شاء الله. ناخد شويه examples. عايز ال type of the angle whose measure is the following. طب اول حاجه دي ب 57، دي هتبقى ايه بالظبط؟ acute ما بين الزيرو وال 90. طب نمبر 2 دي ب 117، دي ولا هي رايت ولا هي ستريت، هي ما بينهم، يبقى اسمها obtuse. نمبر 3 طبعا دي 90 degree بالظبط، يبقى اسمها right angle. نمبر 4 دي ب 200، المهم ان هي اكبر من 180، اكبر من 180 واقل من 360، يبقى دي اسمها reflex angle. طب نمبر 5 دي 180 بالظبط، اسمها straight
angle number 6 دي 43 وكسر 43 وكسر، يعني أكيد كده كده ما بين الزيرو وال90، يبقى دي اسمها acute. طب معانا number 7 دي بص بقى، احنا اللي عارفينها الديجري بتبقى العلامة بتاعتها كده، ودي اللي هي أكبر حاجة. في اللي أصغر منها بتبقى مينت، تبقى داش كده، أو مثلا تلاقيها عاملة شبه الفاصلة كده في الكالكوليتر، أو بتبقى عاملة شبه الفاصلة في الكالكوليتر. دي اسمها مينت، يعني الأولى دي اسمها ديجري، اللي بعدها اسمها مينت. في لما تلاقي 2 داش دي اسمها سكند، دي أقل حاجة. تمام. يبقى دي ديجري، ودي minute، واللي بعدها اسمها second. طيب الديجري ال1 degree بتتكون من 60 minutes. افتكرها بالساعة كده، الساعة بتتكون من كام دقيقة؟ 60 دقيقة. تمام. ال 60 minutes equal 1 degree. تمام. او خليني اشيل لك كلمة minute دي واحط لك العلامة بتاعتها، يبقى 60 minute equal 1 degree. فأول ما تلاقي 60 minute تحط على طول 1، تزود على طول 1 degree للديجريز اللي معاك أصلا في المسألة. تمام. طب نكمل. نمبر 7 هي مكتوبة 89 degree and 60 minute. طيب أنا لسه قايل لك إن 60 minute هي ال 1 degree بالظبط، فلما تلاقي كده تزود 1 degree وتشيل 60 minute دي، تبقى في الآخر اسمها 90 degree. طيب ال 90 degree اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي right angle. تمام. طب نمبر 8 دي 179 degree 62 minute. طيب احنا قلنا اول ما نلاقي موجود معانا 60 minute تحطها ب 1 degree، فهنودي 1 degree بس هيتبقى معانا 2 minutes. تمام. طيب احنا اتفقنا ان straight angle اللي هي 180 بالظبط، لكن هنا في الاكزامبل 8 طلعت معانا ب 180 degree و 2 minutes. ان شاء الله لو كانت 1 minute اي حاجه، 3 minutes اي حاجه، المهم ان هي مش 180 degree بالظبط، فدي هيبقى اسمها reflex angle مش straight. ركز فيها دي، لازم الستريت تبقى بالظبط 180. طيب عايزين نتكلم عن حاجة اسمها ال adjacent angles. دي التعريف بتاعها بيقولك two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common side and the other two sides are on opposite sides of this common side. يعني ايه الكلام ده ببساطة كده؟ بص يا باشا، هنا اهي مثلا، هنا خلينا نفس المثال اللي كنا بنتكلم عليه. هنا مثلا موجود هنا البي كده، وهزودنا حاجة هنا زودنا باي في النص اسمه سي دي في. طيب هو بيقول لك لا adjacent angle two angles are said to be adjacent if they have a common vertex. اهو ده common vertex اللي هو اللي في النص ده اللي هو اسمه سي. تمام. وليه common side، ال common side ده اللي هو في النص اللي هو سي دي في. تمام.
طيب وبيقولك ان هما او on ال two sides التانيين او on opposite side of this common side، يعني ال CD ray ده في ناحية وال CB ray ده في ناحية تانية. فالانجل دي اللي انا معلمها هتبقى adjacent للانجل اللي هنا دي انا معلمها بالاخضر. تمام. فال two angles دول اللي هنا دي واللي هنا دي اسمهم adjacent angles، يعني adjacent يعني جنب بعض بالبلدي كده يعني. تمام. طيب في حاجة اسمها complementary angles. بيقولك two angles are said to be complementary if the sum of their measures is 90 degree. طيب عايزين نرسم ال 90 degree الأول. دي كنا بنرسمها بحرف L كده. تمام. يبقى دي كده 90 degree. طب لو في مثلا عندك في النص كده برضو عملنا سايد، يبقى الانجل دي والانجل دي الاتنين دول مع بعض اسمهم complementary angles. فطبيعي مثلا لو سميها دي انجل 1 دي انجل 2، يبقى الانجل اللي هي نمبر 1 بلس انجل نمبر 2 هيبقوا بكام ديجري؟ الله ينور عليك، 90 degree. تمام. فده مفهوم اللي هو اسمه complementary angles، يعني السم بتاعهم equal 90 degree. يعني مثلا لو قلت لك 45 degree plus 45 degree يبقى دول مع بعض اسمهم complementary angles. 60 مع 30 دول complementary. مثلا 40 مع 50 complementary. 10 مع 80 complementary. المهم ان السم بتاعهم يبقى 90 degree بالظبط. فدول اللي هما كل الأربعة دول، الأول والتاني والتالت والرابع، دول كلهم اسمهم complementary angles. طيب في حاجة شبيهة ليها بس اسمها supplementary angles. supplementary angles دول نفس الفكرة لكن السم بتاعهم يبقوا 180. يعني ده مثلا straight line اهو، في عندك سايد كده، يبقى الانجل اللي هنا دي والانجل اللي هنا دي نمبر 1 نمبر 2 السم بتاعهم يبقى ب 180. يبقى دول اسمهم supplementary angles. أي two angles السم بتاعهم 180 supplementary angles. يعني مثلا لو قلت لك 100 وال 80 دول supplementary. مثلا لو قلت لك ال 90 وال 90 supplementary السم بتاعهم 180. مثلا قلت لك 50، لو قلت لك مثلا 50 و 130 supplementary. 10 170 supplementary. تمام. فأي two angles السم بتاعهم 180 supplementary. أي angles السم بتاعهم 90 اسمهم complementary angles. تمام. عشان النصين دول مهمين جدا. تعالى ناخد شوية examples. Number 1 بيقولك the angle with measure is 55 complements an angle of measure كام؟ طيب احنا اتفقنا complements يعني السم بتاعهم 100 and السم بتاعهم 90 degree. فال 55 degree ازود عليها كام تديني 90 degree ببساطة كده. تمام. فطبعا ما تزود عليها 75 يبقى السم بتاعهم 90 degree. يبقى الانسر معنا ايه؟ فاول ما يقولك angle complements كذا اعمل 90 minus الانجل اللي هو اللي معاك دي اللي هي هنا مثلا 55 على طول طلع الانسر. تمام. طيب في نمبر 2 بيقول the angle whose measure is كذا supplements an angle of measure كام. طيب احنا في complements قلنا لما يقول ان
انجل كومبلمنتس انجل بكام، يبقى نعمل 90 ماينس الانجل دي. طب لو قالك سبلمنتس يبقى هنعمل ايه؟ ايوه 180 ماينس الانجل اللي هو عطيها لنا، فنعمل 180 ماينس 23 يبقى الانسر معانا 157 degree. تمام. number 3 بيقول if measure of angle x equal measure of angle y، والانجل x complements angle y then measure of angle y بكام؟ طب بالعقل كده واحدة واحدة، بيقولك ان اتنين انجل قد بعض بالظبط، والاتنين complements، يعني الاتنين complements بعض، الاكس complements الواي، فتفتكروا كل واحد هيكون فيهم بكام؟ يبقى 180 over 2 يبقى 90 degree. ليه؟ علشان هما الاتنين قد بعض، فهما الاتنين قد بعض وكومبلمنتس، يبقى لما أول ما نسمع كلمة كومبلمنتس يبقى نحط 180 وهما قد بعض بالظبط يبقى over 2 يبقى الأنسر 90 degree. طب لو سألك على الإكس، طب ما هي نفس الواي بالظبط يبقى ب 90 degree، عشان كده لما نجمع 90 degree و 90 degree هيدونا ال 180 يبقى هما فعلا complements. تمام. معانا في نمبر 4 بيقول لك if الانجل A complements angle B measure of A equal 3 over 7 measure of angle B، يبقى measure of angle B equal what؟ طب واحدة واحدة كده. أولا بيقول لك إن الانجل A 3 over 7 من الانجل B، يبقى أنت كده معاك الانجل B ومعاك انجل تانية اللي هي 3 over 7 انجل B. تمام. طب هو قال لك ان هما complements. طب complements دول الكلمة دي معناها ايه؟ الصم بتاعهم 90. تمام. يبقى انت معاك واحدة انجل B وواحدة ثانية اسمها 3 over 7 انجل B والصم بتاعهم 90. يبقى انت معاك واحدة من الانجل B و 3 over 7 من الانجل B والصم بتوعهم ب 90 degree، وهنا في الانجل B وهنا انجل B. طيب عشان نجيب الواحدة ممكن ناخد الانجل B دي لوحدها كده كوما، و 1 plus 3 over 7 equal 90 degree. يبقى عشان نجيب الانجل B نعمل على الكالكوليتر 90 over 1 plus 3 over 7 يبقى تطلع معانا 63 degree. يبقى ده الانجل اللي اسمها B، يبقى الانسر هو بيسأل على B يبقى الانسر 63. طب لو سألك على ال A، طب ما هي ال A مكتوبة في الجيفن فوق ان هي equal 3 over 7 الانجل B، يبقى الميجر of angle A equal 3 over 7 الميجر of angle B. طب الانجل B بكام؟ 63. يبقى بتطلع الانسر لو هو سألك مثلا على ال A. تمام. طب في نمبر 5 يقول لك if الانجل A supplements الانجل B والانجل A equal 4 times the measure of angle B then measure of angle B بكام؟ شبه الفكرة اللي فاتت لكن بس قال لك هنا supplements. طيب هو معانا احنا هنا الانجل B عطيها لنا
وأعطيك الميجر اوف انجل A اللي هي 4 times الانجل B، وهما مع بعض supplements. طب supplements يعني ايه؟ 180. يبقى تاخد الانجل B common، او ببساطة كده بدل ما عشان common الموضوع ده، انت معاك واحدة B ومعاك 4B، يبقى السم بتاعهم 5B. عايز تجيب البي لوحدها يبقى تعمل 180 divided by 5. تمام، بس كده عشان بعمل خطوات عشان اللي عايز يفهم خطوات يعني. تمام، يبقى الانجل B هتبقى 180 divided by 5 تطلع 36 degree. يبقى الانجل B equal 36 degree. طب لو سألك على الانجل A بالظبط تبقى 36 times 4. عندنا مسائل complete. بيقول لك the angle number 1 the angle whose measure is 75 complements an angle of measure كام and supplements an angle of measure كام. طب انا اتفقنا اول ما يقول كلمة complements واعطيك angle يبقى تعمل 90 minus الانجل اللي هو عطيها لك، يبقى الانسر ب 15 degree. طيب وبيقول لك supplements، طب هو بيقول لك ايه الانجل اللي هو بيتكلم عليها ان هي supplements الانجل اوف ميجر كذا؟ الانجل الاصليه معاك مش اللي انت طلعها، لا الاصليه اللي هي ب 75. فتعمل 180 minus 75 يبقى الانسر 105 degree. طب في نمبر 2 بيقول لك the angle whose measure is كذا complements an angle of measure 67 and supplements an angle of measure كام. طب هو هنا مش هعطيك الانجل الاصليه اللي بيتكلم عليها، بس هعطيك الانجل اللي هي complements ليها. طب احنا قلنا complements يعني لما يقول لك complements ويعطيك انجل على طول نعمل 90 minus الانجل لو عطي عندك، يبقى الانجل الاصليه ب 23 degree. طب دي الانجل الاصليه اللي بيتكلم عليها. بيقول لك and supplements an angle of measure كذا. طب انهي واحده supplements؟ الاصليه. هو لما بيبقى في مساله كومبليت كده تركز ايه الانجل الاصليه اللي بيتكلم عليها، فالانجل الاصليه اللي احنا مطلعينها اصلا. تمام، وقال لك كلمه supplements يبقى تعمل 180 minus الانجل الاصليه، يبقى الانسر 157 degree. تمام. نمبر 3 بيقول the angle whose measure is كذا complements the angle of measure كذا. يعني اول اتنين انجلز بيتكلم عليهم اللي هي الاصليه والتانية مش موجودين and supplements an angle of measure كذا. طب هو بيقول لك supplements واعطيك انجل يفزع على طول 180 minus 154 يبقى الانسر 26 degree. يبقى دي الانجل الاصليه اللي معانا 26. طب بيقول لك ان الانجل دي complements an angle of measure كام؟ complements واعطيك انجل على طول يابا 90 minus الانجل يبقى تطلع ب 74 degree. اسف تبقى 64 degree. تمام. وعايزين نتكلم في نقطة ثانية. بيقولك the two adjacent supplementary angles ايه التعريف بتاعهم؟ يقولك باختصار the two adjacent angles formed by a straight line and a ray with a starting point on this straight line are supplementary. يعني ايه الكلام ده؟ معاك straight line معاك ray
بيبتدي من نقطة على الستريت لاين. فبيقولك ان تو angles دول اللي هنا دي و اللي هنا دي supplementary. تمام. فدول لما يبقى معاك two adjacent angles على الستريت لاين كده، وفي طالع باقي من الستريت لاين، يبقى two angles اللي هيظهروا معاك دول يبقوا supplementary. فطبيعي عشان هما السم بتاعهم هيبقى 180 عشان اساسا الكلام ده كله على ستريت لاين. فكل الانجل دي الكبيرة دي ب 180. فطبعا لازم الاتنين انجلز الصغيرين دول يبقوا السم بتاعهم ب 180. تمام. طب لو قلت لك نفس الموضوع بس في الرايت انجل، انا رايت انجل كده طلعت منه ري، طلع لنا اتنين انجلز، واحدة هنا والتانية هنا. يبقى نمبر 1 ونمبر 2 طبعا لازم يكون السم بتاعهم 100 ب90. السم بتاعهم هيبقى ب90 علشان دول adjacent والكلام ده كله في الرايت انجل. لما تلاقي اتنين adjacent والكلام كله على الستريت لاين يبقى السم بتاعهم 180. يبقى دول اللي فوق دي supplementary واللي تحت هيبقوا complementary. السم بتاعهم 90 degree. هو يعتبر كلام مش جديد قوي يعني. طب بيقولك حاجة شبيهة بس العكس. the two outer sides of two adjacent angles if two adjacent angles are supplementary then their outer sides are on the same straight line. نفس الفكرة بس العكس. يعني لما تلاقي two adjacent angles انت يعني موجودين هنا، دي الانجل الاولى ودي الانجل التانية جنب بعضهم، دي مثلا 1 ودي 2، اتنين انجلز جنب بعض، وبيقول لك ان هما اساسا supplementary، فالسم بتاعهم هيبقوا 180 طبيعي. then the outer sides اللي هو هنا ده، السايد اللي هنا ده اللي معلومه بالاحمر، والسايد اللي هنا معلومه بالاسود، دول اللي هم اسمهم outer sides، البعاد عن السايد اللي في النص اللي بيفصل ما بين التو adjacent side. دول اللي بره دول اتفقنا اللي بيبقوا اسمهم outer sides. تمام. فبيقول لك ان التو outer sides دول هيبقوا على نفس الستريت لاين طبيعي يعني. فهو بس ايه الفكرة دي اللي هي مقلوبة الفكرة اللي فاتت، اللي انت تستنتج العكس لما يبقى معاك two adjacent angles supplementary يبقى ال two outer sides اسمهم على نفس ال straight line. نفس الفكرة طبعا في الوايت، لما two adjacent angles بيبقوا complementary السم بتاعهم ب 90 يبقى ال two outer sides يبقوا perpendicular على بعض. perpendicular على بعض يعني الانجل دي ب 90، الانجل اللي هتحصل ما بين التو سايدز الاوتر ب 90. طب يعني ايه برضه؟ واحدة واحدة كده. مثلا دي الانجل 1 دي انجل 2، ودول طبعا تو adjacent angles جنب بعض وهم complementary. هو عطيك اساسا ان هم complementary، فالسم بتاعهم هيبقوا 90 degree. فالتو outer sides اللي هم البعاد عن بعض دول اللي هم اللي هنا ده واللي فوق ده، دول اللي هم two outer sides. فالتو outer sides دول طبعا هيبقوا perpendicular على بعض، هيعملوا ما بينهم 90 degree. تمام. تمام. طيب اللي هو اول سؤال عايز complete the angle is. اول حاجة اول سؤال ده قانون الانجل ده اهم قانون لازم تحفظه. باقي اهم definition لازم تحفظه، باقي definitions مش مهمين ان انت تحفظهم، هم تكون فاهمهم. هنا طبعا نكتب الكلام ده او الملخص يعني، مش يعني مثلا the angle is the union of two rays
with the same starting point and this point called vertex angle. فيفضل انك تحفظه زي ما هو كده عشان تبقى مظبوط تضمن الدرجة. فهو بس مش مطالب منك غير انك تحفظ ال definition بتاع الانجل، مش عايز اي حاجة تانية تحفظها صم كده يعني. تمام. فأول سؤال معانا إجابته موجودة. تاني سؤال بيقولك the measure of the straight angle equal كام؟ طبعا measure of straight angle يبقى equal 180 and the measure of zero angle طبعا 0. The measure of the right angle 90. The acute angle is the angle whose measure is less than acute أقل من كام؟ 90 بالظبط. و more than كام؟ 0. تمام. The two complementary angles are the two angles whose sum of measures is كام؟ 90. طب و supplementary 180. أسئلة بسيطة مفيهاش أي حاجة. Number 7. You are the two adjacent angles formed by a straight line and a ray with a starting point on this straight line are a complementary or supplementary? Supplementary. تمام. ما احنا حتى كنا عملنا الشكل ده هو دول بيبقوا supplementary. طب if the two outer sides of two adjacent angles are perpendicular then the two adjacent sides are complementary. لما كنا حتى عاملين الشكل ده كنت بقولك ان التو sides اللي بره دول perpendicular على بعض، يبقى ال adjacent angles اللي هنا دي، الأولى اللي هنا دي والتانية اللي هنا دي هيبقوا complementary. طيب if the two outer sides of two adjacent angles are on the same straight line then these two adjacent angles are ايه؟ هنا بيقول if two outer sides of two adjacent angles are on same straight line then these two adjacent angles طبعا are supplementary. شبه number 7. If the two adjacent angles are supplementary then the two outer sides are on same straight line. هو عكس بس السؤال on the same straight line. Number 11 بيقول if measure of angle A 50 then measure of reflex ال A. واحدة واحدة كده. احنا لما اتفقنا لما نلاقي كلمة complementary أو complements angle ويقول لك complements يبقى تعمل 90 minus الانجل. طيب لو قال لك supplements يبقى 180 minus الانجل. طب لو قال لك أعطيك انجل وعايز الريفلكس بتاع الانجل دي تعمل 360 minus الانجل اللي هو عطاها لك ببساطة كده. تمام. اول ما تلاقي ان هو عطيلك انجل وعايز الريفلكس بتاعها تعمل 360 ماينس الانجل دي على طول. تمام. يبقى الانسر 310. if measure of vertex x equal كذا، عايز الميجر of x. طب نفس الفكرة قلت لك اول ما تلاقي ريفلكس 360 ماينس الانجل اللي عطاها لك. تمام. يبقى تطلع ب 100 and 123. طيب number 13 بيقول the measure of the angle which is equivalent to two right angles equal كام؟ two right angles يعني 2 times the right angle بكام؟ 90 degree. 2 times 90 degree 90 degree equal 180. ده هي 90 plus 90 degree يبقى 180. يبقى 180 and it is called
ايه ال 180 دي called ايه straight angle. Number 14 the angle whose measure is 50 complements an angle of measure. complements يبقى 90 minus 90 minus 50 يبقى 40 and supplements an angle of measure بكام؟ يبقى 180 minus الانجل يبقى 130. 15 the angle whose measure is كذا complements angle whose measure is 30. طب نجيبها على طول، معانا complements ومعانا angle يبقى 90 minus الانجل يبقى الانجل الأصلية 60 degree. بيقول لك supplements an angle whose measure كام؟ هو بيقول لك الانجل الأصلية هي اللي supplements، يبقى supplements 180 أو ما يقولك supplements 180 minus الانجل اللي هي 60 يبقى 120. The angle whose measure is كذا complements the angle whose measure is كذا and supplements the angle whose measure كذا. خلاص بقى فهمنا. supplements 150 يبقى 180 minus يبقى تطلع ب 30 الأصلية. complements يبقى تطلع ب 60. طب the acute angle complements and complements not angle and supplements not angle. واحدة واحدة. لما تلاقي شكل كده بيقول لك ان هي acute angle ما اعطلكش degree معينة ليها، تفترض اي حاجة من عندك، مثلا 30 دي acute angle تكتبها على جنب كده ايه تخبص مثلا 30 من عندك يعني. و complements كام؟ complements يعني احنا معانا 30 degree عايزينها الانجل تعمل معاها complement تبقى ب 60، يعني الانجل اللي هتعمل معاها complements دي ب 60. بص على ال 60 دي ايه نوع الانجل دي؟ acute برضو يبقى complements acute angle. متكتبش الانجل اكتب نوعها، بدل ما هو عطيك نوع في الاول يبقى اكتب له نوع برضو. طيب and supplements السيرت اللي احنا كنا كاتبينها كده اي كلام تبقى supplements الانجل عاملة ازاي نوعها ايه. طب السيرتي supplements angle تبقى 150. 150 دي نوعها ايه؟ obtuse angle. يبقى لما يديك نوع لانجل مش هعطيك ديجري يبقى ترد عليه في النقط بنوع برضه، يعني متردش بديجري، ما تكتبش ديجريز عشان الديجري دي انا اساسا كاتبها من عندي كده عشان بس ايه نعرف ندرك الموضوع يعني. طب zero angle is complemented by not angle and supplemented by not angle. طب هو عطيك zero angle هي اساسا بزيرو ما فيهاش تفكير دي. طب زيرو complements ايه؟ complements 90 degree بالظبط. طب ايه نوع ال 90 degree دي؟ اسمها ايه؟ اسمها right angle. طب و supplements الزيرو دي supplements ايه؟ الزيرو هتبقى معاها ايه عشان تجيب 180 معاها 180 يبقى ال 180 دي اسمها ايه؟ اسمها straight angle. Number 19 the right angle is complemented by. طب هو عطيك right angle يعني 90 degree بالظبط مفيهاش تفكير برضه. 90 degree complemented by ايه؟ 90 تزود عليها ايه عشان تديك 90؟ زيرو. طب الزيرو دي اسمها ايه؟ اسمها زيرو angle زي ما هي كده زيرو angle and is supplemented by. ال 90 degree supplemented by ايه؟ طب لما supplements كده لما يقولك supplement يبقى 180 minus الانجل بيتكلم عليها right يعني 90 degree يبقى الانسر 90. طب ايه نوع ال 90 دي؟ نوعها right. طيب the obtuse angle supplements. هنا ال obtuse دي فيها ارقام كتير فانت تفترض اي رقم من عندك يكون نوع obtuse.
تعالى مثلا نختار 150 مثلا، ده مثال على الاوبتكس. يبقى ال 150 supplements كام؟ supplements يعني 180 minus الانجل اللي احنا افترضناها من عندنا هتديك 30. بص على نوع الانجل اللي طلعت معاك، نوعها ايه ال 30 دي؟ acute angle. تمام. طب نركز بقى في الحاجات الجايه دي عشان مهمه قوي. نمبر 1 بيقول لك اعطيك شكل زي ما هو كده، بيسألك عن measure of angle ABD. طيب هو عطيك الانجل اسمها ABD دي، احددها ازاي؟ عشان دي اهم حاجه. امشي زي ما هو بيقول لك كده. ال A اول حاجه، انت فين ال A؟ ال A اهي، وبعديها روح لل B، بعديها لل D. الانجل اللي هتتكون معاك، فين الانجل اللي اتكونت معانا؟ اللي هي دي، الحته دي. طب هو بيسأل عليها دي، يبقى الانجل دي هتبقى عامله كام؟ لما نلاقي شكل ال L كده الكبير يبقى معناها 90، وتشيل منها الجزء ده اللي هو اللي فوق ده اللي هو ب 65، يبقى تطلع ب 25 degree. تمام. فلما يسألك على الانجل، لما هنا مثلا معانا انجل ABD، الحرف اللي في النص ده بيبقى الفيرتكس. تمام، الحرف اللي في النص ده بيبقى الفيرتكس. يعني في الانجل اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، الحرف اللي في النص اللي هو ايه؟ البي. طب البي دي هي الفيرتكس للانجل. تمام. نمبر 2 بيسألك على الانجل دي بي سي. طب فين الدي بي سي دي؟ نحددها الاول. دي بي سي، نمشي عليها كده. دي بي سي، هو عايز كل الحتة دي. طيب ايه معنى التلات نجوم اللي في النص دي؟ طيب لما هو يديك تلات نجوم او نجمتين او اي حاجة متكررة كده، او مثلا يديك اكس بدل النجوم، دي معناه ان هم قد بعض بالظبط. طب احنا معانا كام نجمة؟ معانا 3. والانجل الكبيرة خالص دي اللي هي اسمها ABC دي عبارة عن كام ديجري؟ 90. يبقى 90 نقسمها على كام نجمة؟ على 3 نجوم، يبقى النجمة الواحدة بتساوي كام؟ 30 ديجري. طب هل نكتب 30 على طول؟ لا، ما تستعجلش كده، اهدى على رزقك، فكر. احنا حددنا الانجل اللي اسمها دي بي سي دي جواها كام نجمة؟ نجمتين. يبقى الانجل دي هتبقى ايكوال 30 times 2 equal 60 degree. يبقى الانجل اسمها دي بي سي دي 60 degree. متستعجلش، واحدة واحدة كده. علم الانجل دي اهم حاجة عشان ما تكتبش اي انسر. طب في نمبر 3 عايزين measure of angle ABF. ال A نحددها الأول، ABF دي الانجل دي. طيب هو عطلنا هنا 40 وعطلنا 2 انجلز زي بعض بالظبط، يبقى عايزين نجيب التو انجلز دول تبع على بعض، اللي هما شبه بعض دول بكام؟ اللي هو الكبير ده هيبقى بكام؟ 90 minus ال 40، يبقى الانجل دي على بعضها كل دي على بعضها كده بكام؟ 90 minus 40 50 degree. طيب كل دي 50 degree وقسمناها لحتتين زي بعض بالظبط، يبقى الانجل ABF هتبقى equal للانجل FBE. كل واحدة فيهم هيبقى equal كام؟ 50 لما تقسمها على الاتنين يبقى كل واحدة تبقى 25 degrees. تمام. طب في نمبر 1 اولا نحدد الانجل اللي هي اسمها ACD، نعلمها كده.
والشكل اللي هو ACB ده على بعض اسمه ايه؟ straight line. تمام. طب الانجل اللي بيعملها straight line تبقى بكام؟ 180. طيب انت معاك two adjacent angles على straight line وأعطيك واحدة منهم، يبقى تعمل 180 minus الانجل اللي هو عطاها لك علشان تجيب ال adjacent angle دي. هتعمل ال 180 minus ال 66 يبقى 114. تمام. طيب نمبر 2 بيسأل عن انجل اسمها ECB. نعلمها اول حاجة ال ECB. اهي بيسأل على دي، نجيبها ازاي دي؟ اولا الشكل كله على بعضه straight line، يعني السم للانجلز 180. تمام. يبقى نعمل 180 minus والانجلز الموجودة. ايه اللي موجود هنا؟ اول حاجة معانا ال 40، واعطيك الشكل اللي في النص ده للانجل اللي اسمها ECD، واعطيك في نص الشكل المربع الصغير ده. المربع ده اتفقنا اللي هو معناه ان هي ب 90 degree. تمام. طب الانجل اللي هو بيسأل عليها دي هتبقى equal 180 minus السم بتاع الاتنين الرقمين دول، يبقى 180 minus 130 يبقى الانسر 50 degree. تمام. نمبر 3، اول حاجة حدد الانجل اسمها ACD. تمام. واعطيك تو انجلز تانيين. طب فين يا عم؟ هو عاطينا انجل واحدة هي 50، بس هو عاطيك نجمتين. النجمتين دول او لما يديك نجمتين او 2x معناه ان هم قد بعض بالظبط. فهو عاطيك ان الواحدة منهم من النجمة دي قيمتها 50، يبقى التانية طبيعي هتبقى ب 50. يبقى احنا نعمل 180 minus ال 50 times 2، يبقى 180 minus 100 يبقى answer 80 degrees. تمام. قربنا اهو شباب خلاص. بيسأل عن انجل اسمها DCB. اول حاجة نعلمها طبعا ال DCB، بدل ما امشي عليها وعلمناها خلاص. وايه البيانات اللي هعطيها على الرسم؟ اول حاجة لما اعطيك الشكل الستريت ده يبقى نعمل 180. اتفقنا. طيب هو ايه اللي عطولك هنا؟ اعطيك القيمة واحدة بس اللي هي 100. طب نشيل ال 100 من ال 180 يبقى الانسر 80. تمام. طب ال 80 دي equal ايه؟ equal sum of two angles اللي هما اللي على اليمين واللي على الشمال، عشان هو عطيك نجمتين. اتفقنا طبعا لما نلاقي نجمتين او اي علامتين زي بعض يبقى هما قد بعض، فال 80 دي تقسمها على الاتنين يبقى الانجل الواحدة 40 degree. تمام. نمبر 5 بيسأل عن انجل FCB. نعلمها اول حاجة اهم حاجة ال FCB، يبقى هو بيسأل عن الانجل دي كلها. شفت بقى؟ ممكن بيكون بيسأل على sum two angles، فعشان كده اهم حاجة قلتها لك انك تعلم الانجل قبل ما تحل. طيب احنا معانا الشكل ده straight يبقى 180 minus. طب minus ايه؟ مفيش حاجة، مفيش اي ارقام هو عطاها لك، مفيش حاجة تشيلها من ال 180. لكن هو مقسمها لتلات حتت قد بعض بالظبط. يبقى تعمل ايه عشان تجيب الواحدة؟ ايوه الله ينور. يبقى تعمل 180 divided by 3.
يبقى النجمة الواحدة أو الأنجل الواحدة 60 degree. طب أكتب 60؟ لأ، هو بيسأل على الأنجل دي الكبيرة دي مكونة من اتنين نجمتين، يعني بتعمل 60 times 2، يبقى الأنسر النهائي 120. تمام. number 6. بيسأل أول حاجة عن الأنجل اللي اسمها DCB. طب نعلمها كالمعتاد، DCB. وهو بيسأل على كل الأنجل دي. طيب واحدة واحدة. احنا عندنا الأول شكل straight يبقى 180. طب في حاجة نشيلها من 180 أنجل أعطيها لك، أعطيك 60، يبقى تخلص من 60 الأول. 180 minus 60 يبقى 120. طيب ايه اللي اتبقى معانا؟ اتبقى معانا 3 angles قد بعض بالظبط، قد بعض بالظبط. يبقى عشان تجيب الأنجل الواحدة تعمل 120 divided by 3، يبقى الواحدة هتطلع معانا 40 degree. تمام. طب الأنجل اللي بيسأل عليها اسمها DCB اللي علمناها دي مكونة من 6 degree ونجمتين، يعني مكونة من 60 وتزود عليها النجمة الواحدة بقول طلعناها 40، والنجمة التانية هي 40، يبقى كل ده يطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك 140. تمام. خلاص هو آخر صفحة. بيقول لك measure of angle A plus measure of reflex of A equal the measure of A. طب السؤال ده حلو. اولا لما كنت متكلم على لما يديك انجل ويسألك على الريفلكس بتاعه كنا بنعمل 360 ماينس. تمام. طب هو عطيك السم بتاعهم مع بعض يبقى هيطلع بكام؟ 360. زي مثلا لما كنا بنقول ان التو انجلز دول كومبلمنتري، السم بتاعهم بيبقوا بكام؟ 90. نفس الكلام في supplementary، لو جمعناهم مع بعض التو انجلز supplementary دول جمعناهم مع بعض بيطلعوا ب 180. نفس الفكرة في الريفلكس، لما يديك اتنين انجلز، واحدة ريفلكس التانية، لما تجمعهم على بعض بيطلعوا ب 360. عشان كده بقول لك تعمل نفس فكرة الكومبلمنتري والسبلمنتري، تعمل 360 ماينس الرقم اللي هو عطولك، زي الكومبلمنتري بنعمل 90 ماينس سبلمنتري 180 ماينس. فنفس الفكرة في الريفلكس، يبقى السم بتاع الانجل والريفلكس بتاعتها 360. تمام. طب هو بيقول لك 360 دي equal the measure of كام؟ equal أي واحدة من ال choices دي تبقى number دي. ليه؟ علشان بيقول لك equal the measure of 4 right angles. طب ال right angle واحدة بكام؟ 90. طب ال 4 منها هيبقوا بكام؟ ب 360. تمام؟ تمام. number 10 بيقول if measure of angle x equal to measure of angle y and angle y is an obtuse angle then الانجل x نوعها ايه؟ واحدة واحدة. احنا معانا الانجل اللي اسمها y، ومعانا الانجل اللي اسمها x اللي هي ضعف الواي 2y. يبقى احنا معانا الواي بلس ال 2y. تمام. طيب وبيقول لك ان الواي دي obtuse، يعني ما اعرفش عملت ليه بلس، مش لازم نعمل بلس يعني. احنا معانا الانجل واي اهي، ومعانا الانجل اكس equal to الانجل واي. طيب لما
ما قلت لك قبل كده لما يسألك على اوبتيوس مثلا ويقول لك الشكل ده، يعني لما يسألك على نوع الانجل، افترض اي رقم للانجل اللي هو بيعطيها لك، اي رقم من عندك بس ينفع للانجل دي. يعني هو مثلا الانجل واي دي اوبتيوس، تفترض مثلا اي رقم للاوبتيوس، مثلا 100. تمام. طيب الاكس بقى وبيسأل عليها، نعمل 100 times 2 يبقى هتبقى equal 200. تمام. ده احنا طلعنا كده الانجل، قيمة الانجل للاكس. طيب هو بيسألك على نوع الانجل اكس دي، نوعها ايه؟ تبقى ايه؟ ريفلكس بالظبط، عشان هي اكبر من 180 تبقى معانا ريفلكس. تمام. في complete اول واحدة بيقول if measure of angle A بكذا ب 30 والانجل A complements الانجل B then measure of reflex of B equal كام؟ طب واحدة واحدة. اول حاجة بيقولك ان الانجل A وال B complements لبعض، يبقى الانجل B بكام؟ 180 minus 30 يبقى الانجل B equal 150. طب تمام. هو بقى بيسألك على الريفلكس بتاع الانجل اللي هي اسمها B. طب الانجل B طلعناها ب 150، بيسألك على الريفلكس، يبقى 360 minus الانجل هيطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب 210. تمام. Number 2 بيقول the measure of each angle of two complementary and equal immeasurable angles is كذا. طب ال complementary السم بتاعهم بيبقوا ب 90. تمام. بيقول لك ان two angles complementary وقد بعض بالظبط، يبقى الواحدة بكام؟ ايوه 45. اخر سؤال if الانجل A والانجل B are two supplementary angles and angle A equal to angle B، بيسألك على angle B بتبقى بكام؟ طيب احنا معانا الانجل اللي اسمها B موجودة معانا الانجل اللي اسمها A اللي هي قيمتها ب 2 angle B وهما supplementary، يبقى الصم بتاعهم 180. معاك انجل B واتنين انجل B، يبقى كده معاك في المجمل 3 انجل B، يبقى 3 انجل B equal 180. عايزين الانجل B لوحدها، يبقى الانجل B تبقى equal 180 divided by 3 يبقى الانجل B equal 60 degree. تمام. كده خلصنا شباب درس النهارده. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس، ميكونش فيه اي مشاكل، ولو في عندكم اي اسئله اكتبوا في comments او ابعتوا على جروب الفيسبوك. اشوفكم على خير في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.